السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ابدأ موضوعنا النهاردة عايزاكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا لايك عشان يوصلكم كل جديد يا حبايب قلبي. معاكم المفسرة جهاد هاشم. اول حاجة كده هنتكلم عن الرموز اللي احنا لو شفناها نعرف ان في سحر في الحقيقة. رموز السحر ايه هي؟ زي الحيوانات المفترسة لما تهاجم الشخص. الحيوانات المفترسة لما تهاجم الشخص ده يعرف ان عنده فعلا اعداء بيهاجموه وسحرله في الحقيقة. زي ايه؟ زي مهاجمة الاسد، النمر، الذئب، الثعلب وهكذا. والذئب والثعلب بيدل على ان اعداء ماكرين من صفاتهم. طيب كذلك الامر لو الشخص شاف ان هو في متاهة. يعني ايه في متاهة؟ يعني في مكان وهو تايه فيه مش عارف يخرج منه، ده برضو بيدل على السحر. تكرار رؤية المقابر في المنام برضو بيدل على سحر مدفون. كذلك الامر لو الشخص شاف ان هو بياكل طعام والطعام ده كان فيه حشرات او كان فيه حشرات او كان فيه شعر في الاكل او حاجات مقززة، ده بيدل برضو على السحر. لو الشخص شاف نفسه ان هو في مكان مظلم ومش عارف يخرج منه، ده برضو بيدل على السحر. لو كان ماشي في طريق والطريق ده مليان بالدبابيس او الابر، ده برضو والدبابيس والابر دخلت في رجليه، ده برضو بيدل على السحر. كذلك الامر لو شاف ابراص، لو شاف اغاني يعني اغاني صوتها عالي، لو تكررت رؤية الجن معاه، رؤية السحرة، ده برضو بيدل على ان في فعلا سحر. كذلك الامر لو تكرر معاه رؤية ان هو يشوف العروسة العروسة اللي هي اللعبة دي بيتعمل عليها اسحار، فهو لما الشخص يشوف العروسة اللعبة بتتكرر معاه في المنام وهي تكون مخيفة، ده بيدل على سحر. جزاكم الله خيرا. انتهينا من موضوعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. واكتبوا لي رأيكم وما تنسوش تدعموني، وإلى اللقاء في موضوع آخر.